الجلسة الحميمية. ومعانا بالطبيعة الشاعرة ملكة العمراني، وهي أعتبرها مناضلة في الشعر ومناضلة أيضا في الحياة اليومية. هي تجتهد فوق اللزوم، وبقدر ما تجتهد في عملها فهي أيضا تحاسب نفسها في كل ما تكتب. وقد ساهمت أولا نرحب بهذا الديوان شردني الطين ذات تفاحة وقصائد أخرى بالطبع، لا أدهو العنوان الكامل، ولكن دائما نقرأ العنوان في حد ذاته. المهم أن من العنوان تبدو لنا ما هي الملاحة التي تسير فيها أو العالم الذي تعيش فيه ملكة وعما تبحث. نحن في هذه الجلسة الحميمية سيكون لقاءنا مع ملكة، وستكون أسئلتنا مباشرة لما تكتب وفيما تكتب، خاصة وأن لها في الشعر شردني الطين ذات التفاحة 2013 الطبعة الأولى، ثم في القصة نقوش في جسد من رخام، نقوش نعم في جسد من رخام، جائزة بجائزة زبيدة بشير، نقوش نعم فائزة بجائزة زبيدة بشير. والجائزة نعلم أنها لا تكون إلا حول عديد من المشاركات العديدة، ولا شك أن الحصول على جائزة مثل هذه فيه كثير من الاعتبار، ويدل على ما تعانيه الكاتبة الشاعرة من بحث في فصيلة الكلمة لتكون فصيلة الشعر بالتمام والكمال. نحن إذا أمام شاعرة نقدر فيها ما تملكه من خيال ومن قدرة على التعبير، ونثمن لغتها الشعرية. أولا نثمن لغتها في حد ذاتها، فهي متميزة في دراستها، متميزة في لغتها، وتكون ضمن متميزة أيضا في شعرها. وهذه القصائد التي تبدو أحيانا بين الطول والقصر، ولكنها تصور الإنسان في عنفوان حياته وهو يمر بمراحل عديدة. إذن سنطلب من الشاعرة الكاتبة أن تجيبنا عن سؤال دائما نطرحه في هذا المجال: مشروعية هذه الكتابة. وأقصد هنا سنبحث معك في سيرة الشاعرة، ومتى انطلقت الكلمة عندك في أول ملامسة لكتابة نص أصبح عندك فيما بعد شعر. متى ألهمك الشعر خصوصيته وكيف تمكنت منه؟ أريد البداية بصفة خاصة، وكيف كان المنطلق إلى ما وصلت إليه الآن. شكرا دكتور مصطفى، مرحبا بك، مرحبا بكل الحاضرين الذين شرفونا اليوم، رغم أنه لقاء في وسط الأسبوع. يعني الجمهور الثقافة والنخبة الثقافية منشغلة بالعمل وبالتدريس وبالدراسة، ولكن طبعا أكيد أنه دائما أي عمل ثقافي أو إبداعي هو إضافة لمدونتي أنا الشخصية، وإضافة أيضا إلى كل ما له علاقة بقطاع الثقافة، خصوصا أن الثقافة تلازمني منذ 32 عاما بتمامها وكمالها. أعود إلى سؤال الدكتور مصطفى مديني حول مشروعية النص. أنا في الحقيقة قد بدأت تجربتي الشعرية يعني البدايات المحتشمة الأولى سنة 92 و900 وألف من القرن الماضي. هذه كانت البدايات. ربما نعم تكبر فيها. لا أنا فكانت البداية يعني بحادثة أن ذكرتها سابقا